فقد السائق السيطرة على سيارته واندفعت إلى الخلف بسرعة، ولحسن الحظ سحبت الأم ابنها على الفور. اصطدم سائق الدراجة بالحافلة عند دورانه على اليسار، ولحسن الحظ وقف سالما. كانت الشاحنة متجهة صوب الأم وابنتها، ولكن لحسن الحظ هربت. سقطت هذه المدخنة العالية على صاحب الجرافة أثناء هدمها، ولحسن الحظ خرج سالما. لولا ردة الفعل السريعة لهذا السائق لوقعت الكارثة. فبمجرد مرور السيارة الرمادية انقلبت الشاحنة المحملة بالطوب. تفاجأت هذه الفتاة بما تراه عينها. سائق هذه السيارة محظوظ للغاية. ماذا تفعل هذه الطفلة وسط الطريق؟ سقط أنبوب حديدي على السيارة، ولحسن الحظ خرج الرجل سالما. أوه، كادت أن تسقط عليه. ضرب الإطار الأول السيارة من الأمام، ثم جاء الإطار الثاني ليقع على سقفها. يمتلك هذا السائق مهارات مذهلة في القيادة. هذا الرجل محظوظ للغاية، فقد كاد أن يفقد حياته. يقطع هذا العامل القضبان الحديدية دون أن يعرف خطورة ما يقوم به. مرت السيارة خلف المرأة بسرعة جنونية، فاندهشت من شدة الخوف. لو بقيت الفتاة فوق الكرسي الأزرق لقيت حتفها. كادت هذه العلامة الإشارية أن تسبب في مأساة. انزلقت السيارة في اتجاه هذا الشخص. لحسن الحظ كانت ردة فعله سريعة. بمجرد مرور السيارة السوداء سقطت اللافتة الإعلانية الضخمة. سقط الشخص من فوق الأرجوحة في اتجاه الحافة، ولحسن حظه بقيت رجله عالقة. فقدت المروحية توازنها أثناء الهبوط، وكادت أن تحطم ذلك الشخص. تفاجأ هذا الرجل فوق الرصيف بسيارة تتدحرج في اتجاهه، ولولا هروبه بسرعة لكانت نهايته. صدمت السيارة الجرار فقسمته إلى نصفين من قوة الصدمة، ولحسن الحظ لم يصب أي شخص بأذى. اصطدمت سيارتان وسط الطريق، وكادت إحداهما أن تدهس هذا الرجل. وهذه سيارة سباق خرجت عن مسلكها في اتجاه الجمهور. لقد كاد هذا العامل أن يفقد حياته. نجت هذه السائقة بأعجوبة. قفزته كانت في الوقت المناسب. هؤلاء الأشخاص الأربعة محظوظون للغاية. هربت السائقة وتركت سيارتها في الوقت المناسب. كادت هذه السيارة البيضاء أن تصدم هذه السيارة. اصطدمت مركبتين فانزلقت الشاحنة في اتجاه هؤلاء الأشخاص. تسبب هذا الإعصار في تطاير الأشجار والسيارات، ولم تصب هذه الشابة بأي مكروه. سقطت ألواح الطاقة الشمسية من الفوق بمجرد مرور هذه الدراجة. سقط هذا الجدار العلوي فوق شارع عادة ما يكون مزدحما بالناس. شاهد كيف مرت السيارة البيضاء وسط طريق مليء بالسيارات. أسقط هذا الدب الرجل على الأرض ظنا منه أن حياته انتهت، وفجأة هرب الدب. نجا هؤلاء الشباب من السقوط في الوادي بأعجوبة. قفز السائق من الرافعة في الوقت المناسب. ردة فعل الحصان أنقذت هذا الشخص. طار إطار الجرافة فجأة في اتجاه المصور. إنه محظوظ للغاية. تمايلت الحافلة يمينا ويسارا دون أن تؤذي صاحب الدراجة.
أوقع باب الشاحنة الرجل أرضا، يبدو أنه مصدوم للغاية. كاد صاحب الدراجة أن يلقى مصرعه، إنه محظوظ للغاية. زوجان يمشيان بشكل عادي حتى تفاجأ بسيارة من الخلف. لقد أنقذت علامة التشوير هذا الشاب من حادثة مؤلمة. لو لم يتوقف سائق السيارة لدهس صاحب الدراجة على الفور. طار البرميل فجأة من يدي العامل أثناء لحامه، بدا المسكين مدهورا. شاهد هذه الشابة التي سقطت من القرص الدوار. رجل يركب دراجته ثم يسقط فجأة وسط الطريق، إنه محظوظ. كانت هذه السيارة محصورة بين الحافلة والشاحنة. اصطدمت السيارة بنقطة للشرطة، لحسن الحظ لم يصب أي شخص. تفاجأ هؤلاء الرجال بمروحة تسقط فوقهم، ونفس الأمر وقع لهذه العائلة. حقا إنه محظوظ. انتبه للطريق يا صاحب الدراجة، لقد نجا بأعجوبة. هذا الرجل هرب في الوقت المناسب. الكرة كانت صوب رأسه، بخطوتين إلى الوراء أنقذ نفسه. لا تثق دائما في المباني القديمة، لقد كتب له عمر جديد. الفضل يعود لصديقه. هذا الحظ لا نراه إلا في الأفلام. قفز في الوقت المناسب. بفارق خطوة كاد أن يسقط هذا الرجل. استدار الرجل في الوقت المناسب. لم تفهم الطفلة المسكينة ماذا يقع. لو بقيت في غرفتها لوقع عليها الركام. لحسن الحظ لا يوجد زبون عند هذا الحلاق. لو بقي هذا الرجل مكانه للقي حتفه. إنه مشهد يحبس الأنفاس. تخيلوا لو كان المكان مليئا بالزبائن. لا يجب علينا الخروج إلى الشارع في مثل هذه الأجواء. الحمد لله كانت الخسائر قليلة. كم هو محظوظ صاحب الدراجة.